عسلامة عسلامة، مرحبا بكم في قناتي قناة مطبخ ميوس التومي. رجعت لكم اليوم بوصفة جديدة وبنة جديدة. اليوم باش نعملو عندنا كيك يومي اقتصادي قهوة العشية ولا فطور الصباح بطريقة سهلة ومبسطة وبمقادير مضبوطة كما سنسكم كما عودتكم. يلا نتعدى ونشوفوا بعضنا الطريقة والمكونات. بالنسبة للمكونات خديت 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، علبة ياغورت طبيعي بدرجة حرارة الغرفة، 250 جرام فرينة، عندي 200 جرام سكر، وهذاك مع زيت زيتونة خديت 100 مليلتر، ساشي خميرة حلويات، وعندي بنسي ملح، وساشي سكر فاني، وخديت معاهم حبيبات شوكولا. بالنسبة اللي عنده الشوكولا ينجم يستعمل أي فاكهة ولا زبيب ولا تمر، أي فاكهة يحب عليها. يلا توا نتعدى ونشوف مع بعضنا الطريقة. بالنسبة للطريقة مش نبدأ بالمكونات السائلة. خديت في بول تكون واسعة وشايحة، حطيت الأربع بيضات. أربع بيضات دائما يكونوا بدرجة حرارة الغرفة. زدت معاهم بنسي ملح وساشي سكر فاني، وباش نضربهم بالباتور، يعني باش نزيدهم السكر، زدتهم السكر 200 جرام سكر، وباش نضربهم بالباتور لين الخليط تشوفوا كيفاش من اللون يبدا لونه برتقالي غامق، ومن بعد باش يبدا يفتح لي بشويه بشويه، يعني يولي لي كيف الرغوه. وبالنسبة اللي يحب يزيد في الخطوة هذه يزيد بشر البرتقال، زاد راهو يعطيها بنة مع بنة، يعني يزيد مع السكر فاني يزيد معاهم بشر البرتقال ولا بشر الليمون، راهو يجي ما شاء الله. شوفوا كيفاش ولات لي، قعدت نخدم فيها بشوية بشوية لين ولات لي كيف الرغوة وبياض، معناتها الخليط بياض. زدت معاه الزيت 100 مليلتر زيت زيتونة. انتم لكم الاختيار، تعمل زبدة، تنجم تعمل زيت زيتونة وزبدة، تنجم تعمل زيت نباتي. توا بعد ما خدمت شويه زدت الياغورت الطبيعي. الياغورت الطبيعي زاد يلزم يكون بدرجه حراره الغرفه، باش نكمل نضربه شويه بالباتور. شوفوا كيفاش يعني. وتوا باش نبدا نجيب نغربل في الفرينه. بالنسبه للفرينه انا نوعيه فرينه خديت 250 جرام فرينه وغربلتهم، وزدت معاهم ساشي سكر خميره حلويات باش نغربلهم كما تشوفوا هكاكا. وماذا بينا دائما في الكيك والجاتويات ولا جينواز، ماذا بينا دائما نغربلو الفرينة باش تهوينا الفرينة وتجينا الكيك مفشفشة وتجينا ناجحة بقدرة رب. كملت غربلتهم وباش نحركهم من اللول بالنجم بالفوي والا بالفوي متاع الباتور، نحركهم وهو يبدا ما يمشيش، ما هوش يخدم ساكت الباتور. ومن بعد من يتحرك شويه باش نضربهم بالباتور. شفتوا كيما من اللول، كيما باش تنجح لي الوصفه ريتو كيما من اللول نخدم في السوائل. توا بعد ما زدت النواشف باش نخدم بنفس الطريقه، يعني نبدا من اليمين لليسار، والا كيما تبدا من اللول من اليسار لليمين تكمل بها بالطريقه هذيك. كيما شوفوا هكاك اللي تجيني خليط عاقد. شوفوا كيفاش عاقد، يعني مش نزيد تو الشوكولا. بالنسبه للشوكولا زدتها شويه فرينه وزاده باش توزع لي في الخليط الكل. وزاده راني الشوكولا البيضاء هذيك عملتها باش تعطينا الطعم البنينه كهو، راهي بعد خاطر هي مش تذوب في الكيك بسخانه، باش حطيتها باش تعطيني بنة الشوكولا في الكيك. حركتها وشوفوا كيفاش جاتنا. توا خديت المول متاعي، حط كويسون بابي كويسون، بليته تحت الشيشمه نفضته بالباهي، وبعد حطيته على كبر المول باش نخدم فيها. والا تنجم تعمل شويه تدهن بشويه زبده وشويه ترش على شويه فرينه، زاد كيف ما تلصقش. راهو الخليط ما يكونش سائل وما يكونش عاقد برشا، راهو تقيدوا بالمقادير بقدرة ربي تجيكم ناجحه ما شاء الله. كمل صبيت الخليط الكل في وسط باش تجيني قد صبيته في وسط الطبق، وبعد يتوزع واحد واحد. وخذيت عود هذاك كردون طويل باش نحرك به بشويه حركات سيركولير دائريه باش الحبيبات يتوزعوا لي بتاع الشوكولا، يتوزعوا لي ولا الفاكهه يتوزعوا قد. توا بعد يعني حطيتها على في الفرن سخونه مسبقا درجه حراره 160 درجه. شوفوا كيفاش تجينا يعني والفور من فوق ومن الوطا معناتها 160 درجه، ونخليها على راحتها تطيب على راحتها. شوف ها ذاك من اثار نجاح الكيك انها تتشقق من فوق. بعد ما خليتها يعني خرجتها نحيتها بابي كوسون. توا دهنتها بشويه عسل، تدهن بشويه عسل بجوناباج بشويه شحور يعني قطر باللي تحب انتي، ورشيت عليها شويه لوز بعد ما حمرتهم شويه ورشيت عليها لوز مهروش زيتها بشوش ورد. باش نخليها تبرد شويه وباش نقصها قدامكم تشوفوا. شوفوا كيفاش تجينا خفيفه ما شاء الله بوعاليه. باش نخليها تبرد شويه وباش نقصها
باش نقصها يعني نوريكم كيفاش ماذا بينا دائمًا الكيك نقصوهم دائمًا بسكينة ومنشار باش تعطينا هاكا الزينة المزيانة فيها وتجينا يعني الكيك على أصولها. توا هذاك الكيك المرسو وكيفاش جاتنا من داخل الشوكولا مفشفشة بنينة ما شاء الله. هذه وصفتنا اليوم حاضرة إن شاء الله تعجبكم وإن شاء الله تجربوها وتنجح معاكم في الأمان. باي باي.